السلام عليكم. قبل ما نبدأ نخش نتفرج على البلاغات اللي جوه، اضغط اللايك والشير والكومنت بتاعك الجميل، ويلا بينا على المسالك البولية اللي جوه. وعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي. حتى الحاجة مش عاجبها الكلام، شوف نظرات وشها عاملة ازاي، عايزة تطف عليهم بأي شكل. طف يا حاجة، ما يهمكيش، دول بيتف عليهم عادي. بيتنمروا عليك علشان مناخيرك قد الكوز وشبه الجردل ومليانة صفايع سمنة. تعالى عندنا ب12,000 جنيه بس هنشيلك 12,000 جنيه؟ ليه 12,000 جنيه؟ ده احنا بنروح عند الحلاق ب50 جنيه بيعمل لنا كل حاجة، انت بتقول 12,000 جنيه؟ ان شاء الله مع انها ما اتنضفت هي عجبانة. انا على اسكندريه على كوبري ستالوسا يا بحر الحوا يا حبيبي انا. بص يا استلوسة، الكوبري اللي انت واقف عليه ده بتاع ابو ايمن، وابو ايمن لو لمحك عليه انت عارف الطار ما بينك انت وابو ايمن، ده هينفخك، ده حالف اللي هو هيشلفك. اهرب. حالة ايدي معلش، بس عايز افهم، وبالنسبة للكراكة اللي انت عاملها قدام دي، انت وراك نقلة رمل دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ بتوضب لنقلة؟ كانت هنيلة اللي عايزة خلا، جبتلنا العار، جبتلنا العار يا ابن الورمة. مرة جبت كلب سميته شيكي دودو، كان كلب مزة فشخ ويخرب بيت خدوده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطانة انصرف انصرف انصرف. برون لما نشوف اخرتها مع الناس اللي في الشارع ده عشان هم شايفيننا دينا غلط. صح؟ انت كنت فاتحه كافيه في المهندسين صح؟ يا عم ما تضحكش علينا بقى، كافيه اللي في المهندسين؟ قصدك شقة الدعارة في المهندسين؟ هتخش الدماغ احلى احسن من الكافيه، اما الكافيه دي مش هتخش الدماغ. والله العظيم يا جدو انت بترقص احسن منا، شفت بقى بترقص انت احسن منا، عليك هزة وسط عالمية مقولكش. ده اللي زيك يا جدو يعني مش عايز اقول لك بيعملوا ايه دلوقتي، يعني استهدى بالله كده وروح اقرا لك شويه قران باللي انت بتعمله ده، لاخرتك والله العظيم لاخرتك. نفسك وانا انزل لك اي مكان وقبله مطوة سفاح، اسكت مش بسلاح، اسكت بسيرتك يهبل واعملها تلاقي محترم مقام اعلى من المدح. ومفيش واحد ابن حلال معدي في الشارع كده يطرطر على العيال دي ويخلصنا منهم، ما يطرطر عليهم بس يحرقهم خالص. بقول لك استنى 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 تاني استنى 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 ما انت بتهنى تركز ونسيب نفسك سنة عايزة رايق هادي فريش. الحمد لله بقينا بنخش اوض العرايس بكارت فكه، والله العظيم بقينا بنشوف مواقف كده في افراح يا جدعان، والله مش عارف اقول لكم ايه بجد، ايه العظمه دي.